هلا، شلونكم؟ مساء النور. هلا وهلا، شلونكم؟ هيكم الستوريات ما ادري ايش مالها ما تنشر. اني الحمد لله. شنو تلتزمين؟ هلا وعليكم السلام. ليش اريد شي وبنفس الوقت ما اشتغل عالية؟ معناتها ما اريده. لانه لما انا اريد شي الدافع مالتي شنو راح يكون؟ يعني شو راح يكون؟ ليش انا اسوي هذا الشي؟ لانه انا احبه، لانه انا اريده، اعرف قيمته. بالدراسة التزم اي جدول احطه او في الجدول وقولي انا احتاج اجبر نفسي، يعني اكون انسانة مسؤولة. فكرة الجداول وفكرة ما اعرف شنو هاي كلها اشياء يعني اخدع بها عقلي. لا جدول ولا شيء. انا اذا عندي دراسة المفروض اخلصها، لا انا اخلصها سواء حبيتها ما حبيتها. يسموه قوة الجبر. يا معوجين اختصاص شنو خل افتهم. علاج معرفي السلوكي. يطلع بيا مرض مو زين رغم انا ما بيا شي. لازم تعرفين انه انتي يعني الصحة شنو قيمتها بالنسبة إلك. يعني لو انتي فقدتي الصحة شنو راح تفقدين وياها؟ هاي اللي انتي راح تفقديهن بعد الصحة اللي هي انتي تخافين من عندهن. اوكي. ثاني شي اكو فد شغلة، يعني اغلب الاشخاص اللي عندهم وسواس قهري يعني مال امراض هم حياتهم كلها يعني اكلهم، يعني روتينهم، هواي اشياء تجيب لهم المرض. فانتي تحتاجين حتى تعرفينه الشيء اللي تحتاجين تعرفينه. اوكي انا ليش خايفة من مرض؟ يعني لو تمرضت شنو راح يصير؟ اوكي. وثاني شيء المرض يعني ما يجي هيجي، يعني يجي ويدخل جسمك، لا إله اسباب وإله روابط وإله مسببات. فشوفي نفسك انتي ماخذة بيهن لو مبتعدة عنهن. انا عندي وسواس قهري مال النظافة. وسواس قهري مال النظافة انا اريد اسيطر، يعني انا بدي اسيطر على مشاعري. شو اسوي؟ انه انا يعني انظف والى اخره. تمام. فالشخص القلق هو شخص يحب السيطرة على الاشياء، لان لو فقد السيطرة ايش راح يصير؟ انه هو راح تجي له ذيش المشاعر المزعجة اللي هو يحاول يهرب من عندها بالتنظيف. فحاولي انه انتي تطلعين صورة بالجوجل ملابس مطشرة وشي، وشوفي نفسك شو تشعرين. هذا اللي انتي تشردين من عنده. مثل انا افكر انه اتمرض واموت. ما هو الموت كنا راح نموت، بس انه انا اتمرض واموت. شوفي نفسك انتي ماخذة اسباب المرض لو انتي مبتعدة عنها. يعني ممكن شخص مرض بسيط، يمكن الموت ما شيء مجهول ما ندري بيه يعني. بس احنا ندري بالاشياء اللي احنا نسويها خلال اليوم اللي تجيب لنا المرض. شنو علاج الوسواس القهري؟ مستحيل يقدر شخص يعطيك علاج لأي شيء على بث ولا على ستوري ولا على أي شيء. وهذا اللي أنا عجزت إنه أنا أشرحه للناس
من أقلهم مثلا أنتوا عندكم كذا وكذا بالمحادثات، شنو العلاج؟ أوكي، لأنه أنا تخصصي مو دوائي، أنا مو صيدلاني حتى أقول لك هذا علاج فلان وهذا كذا. وحتى الصيدلاني شي يقول لك لازم الحالة أشوفها، لازم الجرح أشوفها، لازم كذا. ونفس الوسواس اللي هو عند الشخص هو نفسه وسواس نظافة، مختلف من شخص لآخر. فالعلاج هو إنه التوجه لمختص. أوكي، حتى لو ما تشوفيني أنا يعني ما تردين سجلين عندي، سجل عند غير مختص، بس لا تطلبين علاج لحالات قلق أو إلى آخره من خلال بث. أجي أخذ دواء نفسي برجلي ويصير عندي نحول عندي، والله ما أعرف، لأن الدواء مو تخصصي. هذا مو وسواس، هذا فرط يعني يقظة، يعني إنه أنا كلش منتبه مركز على الأشياء والأصوات فمعناتها جهازي العصبي كلش تعبان. يعني معناتها إنه أنا عندي صدمات مال خوف كلش كبيرة، أصوات أو أشياء أنا سامعها بالطفولة مأثرة بجهازي العصبي حتى إنه أنا واصل هذه المرحلة. طبيعي ما إحنا ليش ناكل أكل صحي؟ أوكي، ما حد يحب المرض، بس هي مو طبيعي وما طبيعي، لأنه أنت إذا تخاف على شيء لازم تحميه. يعني أنا أخاف على صحتي مفروض أحميها، هذا الشيء هذا اللي يأكد إنه أنت تخاف أو ما تخاف. شلون أقدر أخذ استشارة؟ بكل بساطة تتواصلين مع الواتساب أو تتواصل. ابني كاتبة يعني عقلنا يتقبلها رغم التمارين خوف. شوفوا أنا بجلساتي ما أعطي تمارين ولا أحب التمارين، على الرغم إنه أنا المفروض أنطي تمارين، والمفروض إنه أنا يعني أوجه لهذه الأشياء، بس ما أنطي. تعرفون ليش؟ لأنه هي مجرد مشتتات. يعني شنو أنا خايفة والخوف موجود هنا بقلبي وجسمي والى آخره، يعني حاطت لي ورقة وأقول كذا وكذا وكذا، مشتت. يعني أنا بالي ويا الكتاب ومو بالي ويا جسمي. هو شنو الغرض من إنه أنا أحرر الشعور؟ الغرض من إنه أنا أحرر الشعور معناته إنه أنا أستشعره بجسمي. هو في زمن ما صار بجسمي وأنا هسه أقبل أستشعره مرة ثانية حتى يطلع. أوكي، فلذلك التمارين ما تفيد، ومو كل تمرين، ولازم أنا أعرف يمتى أستخدم التمرين ويمتى ما أستخدم تمرين. شنو السبب عدم الدفاع عن نفسي؟ مخاوف. أنا من أكون يا شخص أحاول أفتعل مشكلة. واضح إنه أنتي ربيتي بعائلة كلها مشاكل، واعتقدتي إنه الصورة يعني صورة الحب هي الصورة اللي أنا أخلق مشاكل وكذا. بكل بساطة تريدين تحبين الشخص من بعيد وحتى لا يتقرب من عندك وتظهر مخاوفك وجروحك والأشياء، لا تدخلين علاقة. يعني أنا أعطيتك إياها مباشرة، لا تدخلين علاقة وأنتي تحملين هذه الأشياء، لأنه اليوم إحنا نحب يا ما يكون عندنا نية إيذاء. أنتي هسه تقولين إنه أنا أفتعل مشاكل، أنتي جاي تأذين الطرف الآخر. أوكي، فيا أما إنه أني يعني أوقف هاي النقطة وأروح أعالج نفسي، يا أما ما أدخل علاقة. ما أبرر لنفسي الأشياء النفسية بغرض إنه أنا أسأل عليها وكذا وأنا داخلة بالعلاقة وأذي الشخص. أحتاج أوقف وأرجع لنفسي وأقول خلاص ممكن أنا ما أريد أكمل بهذه العلاقة، أو إنه أنا أخذ ريست من هذه العلاقة وأروح أعالج نفسي. أوكي، يا أما العلاقات تكون مصدر حب، يا أما لا ما أخليها مصدر إيذاء. تمام.
ليش ما أتغير وهاملة نفسي داخليا وخارجيا من ناحية زيادة الوزن؟ ماكو ليش، الجواب يمك. لأنه أنا ما يصير أقول أنا ليش كذا، أنتي نفسك تسألين والجواب موجود عندك. لأنه ما أريد، أو لأنه ما أريد أخذ مسؤولية، أو لأنه أنا ما أريد عادي يعطوني أعذار برا بسبب كذا بسبب بس إنه أنا أخذ مسؤولية. لا، هذا يعني أنا أحتاج جهد، يحتاج يمكن أروح للجيم، يحتاج أتمرن، يحتاج أكل أكل صحي، يحتاج هذا منو يسويهن؟ أوكي، أنتي راح تسويهن. فهذا شنو يحتاج؟ هذا يحتاج مسؤولية، هذا يحتاج إنه أنا أقرر. كيف أتخلص من الخوف؟ أنا مرات اكو أشياء أنا ما أدري أحكيها، بس يعني اكو أشخاص يخلوني ليش ما تنصحيهم يروحون لرب العالمين؟ ليش رب العالمين بعيد حتى يروحوا له؟ يعني شخص لما اليوم يطلب إنه هو يتزكى من آلامه ويتزكى من مخافه وشي، شنو معناته؟ هو مو طلب يعني مباشر بأنه أنا أريد أهتدي؟ ليش الله ما يعرف شنو موجود بقلوبنا؟ يعني ما أعرف شلون فاهمين رب العالمين أو شلون فاهمين الدين. أنت اليوم كل شغلة تسويها، مثلا أنت اليوم أخطأت بحق شخص، مجرد شعورك بأنه أنت أخطأت تجاه غفران يصير. ما هي كل الأشياء يعني تؤدي إلى أنه إحنا نروح لرب العالمين؟ أو شنو الغرض من أنه إحنا جاي نتطهر ونتشافى يعني أنا أقول لبنية روحي كذا القرآن واقرأ قرآن وكذا، أوكي، هي راح تروح تردد القرآن كذا، وبعدين شنو؟ بعدين تحس إنه هي ما يعني ما فهمت شنو الجرح اللي بيها وتكرر شو راح يصير. ليش يا رب ما ساعدتني؟ أنا مو أقرأ قرآن، أنا مو أصلي، أنا مو أسوي، أنا مو كذا. بنات الأسئلة طويلة. أنا أحتاج أقرب دائما أموري متعرقلة، صعوبة يصير الشي. مرات العراقيل تقولك طريق بطريقك، لا تحاولين. أوكي، الصعوبة ما إحنا نختارها. دخلت جامعة جاني اكتئاب وابكي هواي كل يوم. ما لها علاقة الجامعة، هي الجامعة المكان اللي خلتني أعرف شنو أنا عندي من صدمات بكل بساطة. بهذا الطريقة أعترف. لازم العلاقة
منو قال لك انتي لازم تكونين بالعلاقة الماما؟ اوكي، حاولي لا تسيطرين على العلاقة، واذا مصيرها تنتهي راح تنتهي، لانه هاي سيطرة على مشاعرك وعلى مخاوفك. شلون اغير نمط التبرير المستمر؟ مرات تحتاج ما أبرر، أسكت، لأن التبرير إنه أنا ما أريد أسمع. أوكي، لأن مو دائما إحنا على صح، مرات إحنا خطأ بس ما نريد نسمع الآخر لما يلومنا، أو لأن راح يثير عندنا مثلا مشاعر اللوم أو مشاعر إنه إحنا خطأ، أو لا إحنا مرات خطأ. فيعني ما أدري، لكل شيء سياقة، فما أقدر يعني شو اسمه أجاوبك. أحب شخص وكذا أصحح نفسي. بنات بس تسألون السؤال بشكل مباشر حتى أقدر أجاوبه، يعني مثلا إنه أنا عندي كذا أريد هذا الشيء، حتى يعني يقل التركيز على عيوني. هي مو فكرة إنه أنا ليش أخاف أو ما أخاف، هي فكرة إنه ليش أصلا ما أخاف، يعني ليش حتى وإذا خفت. أوكي، وإذا خفت يعني أنا كل اللي أشوفه اليوم بالحياة وبالواقع وين ما أروح عداء، يعني عداء للمشاعر. ليش؟ أوكي، ليش؟ وإذا خفت، وإذا حسيت، وإذا ظهرت مشاعر، وإذا شعرت بالضعف. أوكي، يعني ليش أسأل ليش أخاف، ليش ما أخاف، ليش ما أدري شنو، ليش خفت وبس، يلا خلي أشوف أنا ليش خايفة. هي الفكرة إنه السؤال هو يدل على رفض كبير للمشاعر، فأنا ما أجاوب على السؤال نفسه، أنا أجاوب على خلف السؤال. أحس بطاقة غريبة وقوية وحب للنفس عظيم ورا فترة، لأنه هذه مشاعر هي خداع، هي خدعنا بيها أنفسنا حتى نحس إحنا قوياء، وخدرنا مشاعرنا وركبناها على صفحة. نشوف، أنتي شايفة نفسك ومزدمتة برأيك، مع إنه أنا وياهم يصير لي عارض أتنازل وأوافقهم. أفياء أنتي عندك السيطرة يعني كلش عالية، وهذا اللي يسيطر هذا معناته إنه بس يشيل السيطرة راح تبدي الهشاشة مالته تبين. أوكي، فالهشاشة الإنسان يحاول يغطيها بأنه أنا ما شو الصد. فحتى لو تدخلين علاقات انتي هذا السيطرة هي صد، ما الأشخاص ما يتقربوا لك، ما تحسين بوجودهم، لأنه انتي حاطة هذا السيطرة وشي. والدليل شكش بنفسك، لأنه أنا اليوم لو واثقة إنه يعني واثقة إنه أنا يعني مثلا هذا ما أتنازل عن أشياء أنا أريدها وشي، ما أسأل. سنتين هسه داقت طلع مشاكل وعرفت أنا غلط، تحسين نفسي من خلال جلساتك أقدر أبقى وياه. والله ما أدري، أنا والله من يجيني شخص بالجلسة دائما أقول له العلم عند الله، ما أدري أنا يعني دوري إنه يعني أساعدك أنت، أنا ما لي علاقة إنه تبقى وياه ما تبقى وياه، حتى القرار أنا ما يعني أكو أشخاص أنا من البداية أعرف إنه علاقتهم يعني راح تخلص وتنتهي، بس ما أحكي يعني أنا شاف الشخص أخليه إنه يوصل مرحلة هو يقول باي باي مع السلامة، يعني بعدها راح ما يعود نفس لما كان يعني بالعلاقة. وهي أجمل شي بالحياة إنه الإنسان يكون متقبل كل شي، يعني يوم انتي بعلاقة، باكر انتي تحبين مكان، باكر ما ادري شنو، انه بيجي يوم مصير هذه الاشياء تنتهي. هل اني متقبل؟ هذا اللي احنا المفروض نعيش عليه.
معتقدات مغلوطة عن الرجال شلون أغيرها؟ توجهي للشعور وراء كل معتقد. انتي ما خايفة من التعبير عن مشاعرك، انتي خايفة على رد فعل الناس ورا ما تعبرين. واحنا ما لنا علاقة برد فعل الناس، اهم شي انه يكون تعبيرنا بالمكان الصحيح بالطريقة الصحيحة بدون ما انه احنا نحمل الاخرين مسؤولية مشاعرنا. يعني لازم اتقبل فكرة الخوف، اعتبرها شي عادي، هي مو فكرة، هي شعور. بس فعلا محتاج ما نحس نفسنا محتاجين. ما فهمت. وشنو الحل؟ توجهي شوفي مخاوفك. شلون تشوفين؟ بنات راح اقولكم في اشياء عني. اول شي اني انسانة ما تعترف بشي اسمه طريقة. ثاني شي ما تعترف بشي اسمه هوسة وحركات وتمارين ثالث شي أنا عندي للكلمة قوة. يعني تعرفين شلون؟ يعني اليوم لما أنا أقولك إنه أنتي هنا عندك شغلة واحدة، يعني كذا أنتي المفروض تاخذين الكلمة وتحسيها، لأنه هي انقالت على مشاعرك أنتي، فأنا أخذ هاي الكلمة وأروح أحسها، هي تلائمني هذه الكلمة أحسها، فأني إذا حسيتها مجرد أكو أشخاص يسمعوني يتألمون، فخلاص هذا هو إنه أنت تروح تواجه هذا الألم، هذا هو خلاص يتشافى الجرح. بس مال إنه تمارين وخطط وش أسوي وما شو أسوي، مستحيل أحد يعرف، يعني أحد ما يعرف شنو يسوي، مستحيل. يعني هسه مثلا إذا حسيت إنه أنا مثلا شخص قصدني بكلمة، حسيت أوكي شو المفروض أسوي؟ أوكي أقبل أحس، لأنه أنا ما حسيت من هيك، يعني خلي بلاش حسيت، لأنه أكو جرح موجود بداخلي ظهر للسطح حتى يراويني نفسه. كملين فيديو اليوتيوب، والله أنا كلش حابة اليوتيوب إن شاء الله. شنو مفهومك عن تعلق صامت؟ شنو هذه المصطلحات؟ والله يعني أنا مرات أقول الله يساعدكم على الأشياء اللي تحطون نفسكم بيها. شنو تعلق صامت يعني أنا متعلق وبس بس ومختصر ورا التعلق شنو؟ أكو إنسان فارغ عاطفيا، ما عنده أي شيء، لا يقدم ولا حتى ما يستقبل. أوكي، فأنا يعني ما أحب المصطلحات، حفظوا عن نبأ، ما أحب المصطلحات، ولا تهمني المصطلحات، ولا تعني لي، ولا أشوف شنو، أنا أشوف شنو أنت تحس. هذا منهجي بالحياة، شنو أنت تحس، شنو أنت تفكر، شنو أنت ليش جاي تسوي هذا الشيء. شلون أغير معتقداتي المغلوطة عن الرجال؟ يعني هسه مثلا إنه أنا أشوف هذا الرجل رجال مو زين، مدري شنو إلى آخره، تمام، إي أوكي. هسه أنا عندي معتقدات عن الرجال، أدري هذه المعتقدات عن الرجال من جتني لأنه شفت صورة قدامي تألمني. مثلا أمي كانت متأذية من والدي، أو أنا يعني عشت مع أب مثلا يأذيني. أوكي، فإحنا كلنا نريد تغيير، بس مال إنه إحنا نحس لا، كلنا نريد تغيير، ويلا شلون أغير وشو، يعني تغيير يجي من الداخل. ترى لو صارت هاي المعتقدات اللي انتي تؤمنين بيها عن الرجال لو صارت بحياتك ايش راح تحسين؟ مرات احس من قد ما احكي عن المشاعر
شو تحسين؟ شنو مفهوم التقبل كمفهوم كامل؟ يعني أنا ما راح أحكي عن مفهوم كامل لأنه هو متشعب. أنا راح أحكي عن مثلا لو أنا عندي شعور مثلا مقارنة، هسه أحس إنه أنا مقارنة، اللي يصير إنه إحنا ما نقبل إنه هذا الشعور موجود حاليا، ما نقبل، نقاوم، نرفض، نريد نغير لا، أنا موجود هذا الشعور حاليا. الاعتراف بي يعني إنه أنا جاي أسمعك شنو بيك، مثل شخص يزعجك لما ما تنتبهي له وتشوفينه شنو يريد. فهذا المقارنة جاي يقولش فد أشياء، مثلا أنتي تقارنين نفسك ببنية جسمها حلو، أوكي، فهذا ممكن شو شعور المقارنة، أوكي أنا ما أريد يكون جسمي حلو، عالجيني، أوكي، أو إنه أنتي تحسين إنه أنتي مثلا عندك سمن أو شيء، عالجيني، خليني مثل هاي البنية اللي يعني جسمها حلو. فهذا أنا يمتى استنتجت إنه هذا الصوت هيك يقولي لما أنا قعدت وياه، سمعته، عرفت شنو يريد. سبب الحساسية الزايدة معناته إنسان هيك مضغوط 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 مضغوط، وبس واحد يبزه، بدل من إنه يقول شنو سبب البزة، أنا أقول أنا حساسية زايدة. هي ردة فعلها كانت استهزاء وسكتت بالأخير. شوفي أنا يعني أكو أشخاص من أجاوبهم أنا أعرف قصتهم. أنا أقول لك أنا بما أنه أنا أعرفك، يعني أنتي إنسانة تريدين شخص يكون مسؤول عن مشاعرك وتستخدمين مصطلحات بغير معانيها، يعني إنه أنا أعبر عن مشاعري استخدمها إنه أنا زعلت، إنه أنا ترى ما حد يقبل إنه كل شوية على كل كلمة قلتي له إنه أنا زعلت، يعني زعلت شنو أريد؟ عندش طلب، فمثلا لا تقولين هاي الكلمة، لا ما أدري شنو هاي الأشياء، لو مجرد حسي بيه، تمي بيه، ما أدري شنو، إحنا مو أطفال. جوابك راح يحسسني بالضعف إنه هالشي كذب. شنو هو؟ حسيت لامسة قلبي. ادعولي باكر امتحاني يا حبيبتي، روحي سدي البث، روحي قضي كتابك ودرسي، اوكي، ان شاء الله ندعيلش بعد البث. دكتورة شلون نتخلص من التوتر؟ أنا من 16 أسباب التوتر. لازم نعرف أسباب التوتر، يعني هل هي جاية بسبب يعني مثلا نظام الأكل، نقص الفيتامين، جهاز عصبي يعني متوتر دائما، لازم نعرف هذا الشيء. ما توقعت نبى تضحك. لا والله ترى انت ظلمتوني. ليش أحس بتقبل ونشوف صورة أحس كلش شنو؟ شوفوا بنات، يعني أنا يعني حابة أكون صادقة وياكم، لأنه أني مو لمصلحتي أحكي أشياء لمجرد إنه هي علمية ما علمية، هاي الأشياء أنا ما تهمني، أوكي؟ ما يقدر شخص يقول لك إنه أنتي تخلصي التوتر. يجوز أشياء ثانية أنتي تسببش توتر أنتي ما تدري بيها، أو يجوز مثلا
أمور معينة أنتي مثلا تسوينها بنظامك الغذائي أو بنومك أو تسببلك التوتر. التوتر هو إحساس جسدي يشير على إنه أنا داخلة مرحلة الخطر، يعني جسمي في وضعية طوارئ. أوكي، فما ما أقدر أنا أخلص من هذا الشعور اللي هو ينبهني إنه أنتي في مرحلة خطر. أنا ما أقدر أتخلص من هذه إشارة. فهل إنه أنا أقولش إنه أنتي تخلصي من الإشارة؟ لا، أوكي، تخلص من الإشارة راح يظهر يعني التعب النفسي على شكل شنو؟ أمراض. راح تقولين شلون أتخلص من المرض؟ مو بهذه الطريقة يا بنات، مو بهذه الطريقة. أوكي، طريقة إنه أنا أروح أشوف هذا أسباب التوتر شنو هو. مثلا إذا ماني ما هسه ما أريد أبدي بالجانب النفسي، أشوف الجانب التغذوي، أشيك على الجهاز الهضمي. هل ابتعاد عن شخص المؤذي يعتبر هذا؟ والله ما أعرف، حسب إنه أنتي شنو تشوفين المؤذي، اللي كونه هو فعلا مؤذي أو اللي كونه يعكس لك مشاعر وأنتي تريدين ما تريد تشوفيها، ما أدري. قلتي الطاقة تجينا ورا الانفصال، كذب. صح، هي مو طاقة. اوكي، حتى تعرفين انه انا يعني جاي اقول لك الشيء الصحيح. لازم تعرفين انه شلون يعني انه انا تجيني طاقة لا، هاي الطاقة يسموها مرحلة الاثبات. اني ناكرة انه انا هسه ما عندي الم وكذا، اريد اثبت انجازات وحب نفس وكذا. شنو الشيء اللي يخليني ارجع للصفر؟ هي لو فعلا كانت طاقة حقيقية، مو صح؟ تي دكتورة ما شنو، شلون اتخلص من الادمان على التليفون؟ ما اشتت نفسي عن الاشياء اللي المفروض اسويها او اللي المفروض انه اني اواجهها. ما تحبين الدراسة؟ من اسمع طارق خطوبة توتر يصير عندي خفقان. فمعناتها اني خالي فكرة عن الخطوبة هي فكرة خطرة. اشوفها شنو هي، قاعد ورقة وقلم واشيكها. خليه يتنحل انت جالس. إذا جسم بحالة طوارئ، ليش دخل حالة طوارئ؟ شي فجأة دخل حالة طوارئ. يعني هسه مثلا الشرطة من تشوفينها تجي هيك بلا سبب بالشارع، يعني مسوي تجي هيك بلا سبب، غير صاير كارثة بالشارع يا بنات. فاحنا حتى نقول نرجع الوضع الطبيعي لازم شنو على مثل هذا الشرطة، انه احنا لازم نحل الموضوع. على مود ما تجي كل يومية الشرطة، على مود ما يظل كل يومية هذا هرمون التوتر صاعد نازل. عندي قناة على اليوتيوب ومثبتتها بالصفحة. شوفوا بنات، أغلب الأسئلة أغلب الأسئلة أنا راح أجاوبها بشكل مطول وأنزلها على اليوتيوب. حتى شنو؟ حتى
يعني ترجعوا لها دائما. المعالج النفسي يختلف عن الدكتور النفسي، مو صح. لعد ليش تردين تبكين؟ شنو السبب يعني؟ ما فهمت. دكتورة ادعيلي انجح بابا ان شاء الله. هذا مكان جلسات. الرهاب والوسواس واكتئاب وهالأشياء إن شاء الله جوابها على اليوتيوب. منين نجيب الواهس وأبدي أدرس؟ إذا نعتمد على الواهس فمعناتها ما راح نسوي أي شيء. أنا ما راح يلا بنات، إن شاء الله غير مرة نفتح بث، أو يعني كيف تقبل التصرفات المؤذية من الأم والأب. بتعلم إنه هي شنو يريد يعلموني، لأن أنا بعدين راح أصير هم يعني ماما، فممكن يكرر هذه التصرفات. فما إحنا مو مشكلتنا التقبل أكثر ما مشكلتنا نوجه تركيزنا إلى آلامنا. بنات تجسفون بالبث؟ لا شلون راح أقرأ الأسئلة؟ لا ما جاوبت شي. طلع سليم معناتها ما أحتاج دواء، أحتاج صح. يلا باي باي.